ما هو مش عايزها. انتوا عارفين ان روكي الغلابه فيلم دنيا سمير غانم الجديد مأخوذ عن قصه حقيقيه؟ هفهمك اصبر. قصه الفيلم ده مستوحاه من قصه حقيقيه، او بمعنى اصح هو شبه سيره ذاتيه لسيده اسمها هند وجيه، ودي كانت اول سيده مصريه تشتغل حراسات خاصه لشخصيات سياسيه ودبلوماسيه مهمه جدا. وده غالبا نفس الكاركتر اللي هتلعبه دنيا في الفيلم، بس بشكل مختلف ولايت كوميدي طبعا. وهو حتى لو بصينا على شكلها في الاعلان والبوسترات هتلاقي واخده نفس تفاصيل شكل البنت الحقيقيه من الشعر واللبس وحتى طريقه الكلام. غير ان دنيا هتأدي فيه مشاهد اكشن كتير، وده نتيجه لطبيعه الفيلم لانه فيلم اكشن كوميدي، ولكن احنا متعودين ان نوعيه الافلام دي دايما بيعملها نجوم رجاله زي محمد امام، امير كرارة، لكن المره دي هنشوف دنيا بشكل مختلف وجديد. او مش جديد قوي لان دنيا عملت اكشن فعلا قبل كده في مسلسل في لا لا لاند، وكان ليها مشاهد اكشن بتأديها بنفسها كانت في منتهى القوه والاتقان، ولا اكنك بتتفرج على توم كروز النسخه النسائيه. وباين جدا انها عامله مجهود كبير في الفيلم ده زي ما كنا متوقعين، وهترجع بحاجه مختلفه وقويه زي ما عودتنا دايما.